أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. فرنسا الكل يعلم ثقلها الدولي، تحاول أن تصنع مثل الصاروخ الذي أطلقه الحوثي أنصار الله فلسطين 2 ضد تل أبيب، وكما هو معهود ضد مطار بن غوريون. عندما يعلم الجميع بأن اليوم فرنسا قررت العمل بميزانية من أجل تصنيع صاروخ بمدى 2000 كيلومتر، فنحن نرى بوضوح كيف كان تأخر الغرب واضحا. انظروا أمامكم، فرنسا تبدأ تطوير صاروخ باليستي MBT ل2000 كيلومتر، فقررت أن تكون الميزانية بهذا الخصوص واضحة في مخطط 2026 وإلى 2030 لإدخاله الخدمة. هذا الصاروخ يسمى الآم 51، إذا صاروخ باليستي تحت مسمى الآم 51 ل2000 كيلومتر، أطلق العشرات منه في الشرق الأوسط. فقررت أن تكون الميزانية في حدود 15.6 مليون يورو في 2026، 20 مليون يورو في 2027، 44 مليون يورو 2028، وهناك أيضا إضافات لمسألة التجريب وغيرها. فهذا الصاروخ المعول عليه أن يدخل إلى الخدمة في 2030، وأمام الإنتاج المحدد في 900 مليون يورو. إذن فالميزانية المحددة هي في حدود أولا التصنيع الأولي للنموذج 820 مليون يورو، و900 مليون يورو خاصة للإنتاج وللتجريب. لنقول بأن حوالي 1.5 مليار أو يزيد، لتصل الميزانية المحددة إلى 1.730 مليار دولار. فتطوير الآم 51 هذا وبالوقود الصلب P241 وعبر إطلاق الأريان 5، كل ذلك لكشف أننا أمام تأخر فرنسي واضح لا غبار عليه، وأمامنا هذا المطور الوحيد أريان جروب لمحاولة تجاوز العجز على صعيد الصواريخ البالستية في حدود 1000 كيلومتر إلى 2500 كيلومتر. واضح أن إيران مثلا أطلقت العشرات من هذه الصواريخ وبهذه المداوات. ومهم هنا أن نذكر بأمور رئيسة. من جهة أولى أن فرنسا رفضت المساعدة الأمريكية. ثانيا أنها أرادت التقنية الإسرائيلية لكن إسرائيل حجبتها. ثالثا فإن التقديرات اليوم للعمل مع ألمانيا كان رهانا فاشلا، ليتأكد بوضوح أن الغرب يبحث عن نفسه، وأن فرنسا التي رأت أمريكا أن تدعمها في هذا المشروع، فرنسا أرادت أن تبدأ مشروعها بعيدا عن أي تبعية في هذا الوضع الدقيق للغاية. فهنا لابد من التذكير بأمور رئيسة. من جهة أولى أن إسرائيل اليوم وإيران قوتان على صعيد الصواريخ. فبالنسبة للصواريخ جو أرض خصوصا روكس وأيضا آير لورا، وقد تجاوزتا الآس 300 والآس 300 اخترقا بشكل واضح من طرف الإسرائيليين لوجودهما في كل من اليونان وقبرص، وقد نقل الاتحاد السوفيتي هذه الصواريخ إلى اليونان وإلى
قبرص على إيه؟ إذا لدينا هذا المستجد الأساسي الأول. ولا ترغب إسرائيل في مشاركة هذه التكنولوجيا مع فرنسا، فيما ترفض فرنسا أن يكون مرورها لهذه التكنولوجيا عبر الولايات المتحدة الأمريكية. إذا لدينا هذه الأزمة الأولى. الأزمة الثانية أن هناك مشروع أوروبي أراد الألمان أن يتقربوا من إسرائيل لأخذ هذه التكنولوجيا، ومن الآن نرى الشركات الألمانية مع الدرونات الإسرائيلية وغيرها، وكل ذلك من أجل الوصول إلى هذه التكنولوجيا المحددة في هذين الصاروخين على وجه التحديد. المسألة الثالثة أن روسيا نفسها تريد أن تضبط كل التكنولوجيا الإسرائيلية مستقبلا، لأن بضبطها يمكن أن تتجاوز، وهي اليوم تحاول أن تتحدى بشكل مكشوف الولايات المتحدة الأمريكية وخرائطها في أوكرانيا، وأمر روسيا أن تتراجع فهذا أمر مستبعد. لذلك فقرارات روسيا في هذه المرحلة أمر استراتيجي وحاسم ولا غبار عليه. المسألة الرابعة أن هذا الصراع كله يدور حول تكنولوجيا مخلفات بين قوسين الصواريخ الإيرانية. فاليوم كل حطام هذه الصواريخ، والإشارة فقط فأغلب هذه الصواريخ تم تفجيرها في الأهداف، وبذلك لم يصل من هذه الصواريخ أكثر تقنية والأكثر تقدما، لم يكن هناك صاروخ وصل دون تفجير. هذه للإشارة فقط، لم يسقط، أو على الأقل هذا ما تؤكده المخابرات الفرنسية، ليس هناك صاروخ سقط كما في جولات أخرى. في حرب 12 يوما ليس هناك صاروخ إيراني واحد هبط إلى الأرض دون أن يتفجر لإمكانية تحليله. لذلك فلا وجود لصاروخ إيراني. وطلبت فرنسا من إسرائيل حطام صواريخ وبشرائها. إذن فرنسا أرادت أن تشتري الصواريخ الإيرانية، فيما حاكمت إيران جاسوسين على الأقل لعملهما على صعيد محاولة اختراق للبرنامج الصاروخي الإيراني. ففرنسا تهتم كثيرا للصواريخ الإيرانية التي أصبحت الآن مبحوث عنها، مبحوث على حطامها في إسرائيل، وهناك أيضا فرق بحث أمريكية من أجل الوصول إلى تدقيقات بهذا الخصوص. المسألة الخامسة أن إسرائيل تبيع وثائق لهذه الصواريخ الإيرانية وهي لا تبيع تقنياتها، كما في الحالة الفرنسية مثلا. ففرنسا تريد أن تشتري هذه التكنولوجيا، وتقبل إسرائيل أن تكون فرنسا على أرض إسرائيل من أجل أخذ ما يمكن أخذه من الحطام، لكن دون تسليم تقنيات إسرائيلية إلا عبر الأمريكي، وهذا يعني تقليلا من الاستثناء الفرنسي في مقابل أمريكا. على أي إذن هذه هي الوضعية الدقيقة للغاية التي يمكن الجزم معها أننا أمام أولا محاولة فرنسية متقدمة من أجل ترسانة باليستية بين 1000 و2500. ثانيا أن فرنسا لديها الرغبة في العمل على أكثر من صعيد، وهنا لا بد من الإشارة إلى رغبتها في اختراق المخابرات الروسية، وفشلت أيضا مرتين، فلا هي نجحت في إيران ولا أيضا في روسيا. وعلى العموم فإن حالة الإطلاق هذا
عبر الآريان 5. هذا كله يكشف أننا دخلنا مرحلة جديدة، أولا من الوقود الصلب، ثانيا من نظام الانفكاك عبر الطبقات، وأيضا المراجعة والملاحة وشروط هذه الملاحة الصاروخية. كل ذلك له تقدير أساسي يبدأ أولا من الصاروخ البالستي القصير المدى والمتوسط من جهة، ومن جهة أخرى فإن تطوير الصواريخ التركية والعمل عليها بشكل كبير إلى الدرجة التي بلغت فيها أيضا الإبرسونيك أو الفرد الصوتي، فتركيا أيضا تضع إشكالا كبيرا وتحديا أكبر، لأن هذا الصراع ما بين باريس وما بين أنقرة دائم في بحر المتوسط، في دعم فرنسا لليونان إلى آخره. لذلك فإن فرنسا أمام تطوير الصواريخ التركية خلق لديها أزمة حقيقية. ثانيا أن الرغبة في تزويد اليونان وباقي أوروبا بمثل هذا الصواريخ أصبح الآن حلما قد يتحول إلى كابوس في نظر بعض الخبراء، لأن الأمر يتعلق ب 2035 وستكون فرنسا قد تأخرت عن موعدها مع التاريخ، على الأقل هذا ما نراه. وعندما نذكر أن فرنسا اليوم تجد نفسها أمام ميزانية على الأقل 1730 مليون دولار، مليار و730 مليون دولار، فهذا يكشف أننا دخلنا إلى مستوى آخر. هذا المستوى هو الذي يجب اليوم القول معه أننا في ترتيب جديد غير مسبوق لعمل القوى الأوروبية التي هي إلى الآن متأخرة بل متخلفة عن كامل التكنولوجيا التي تريد فرنسا الوصول إليها في لبنان مع حزب الله، وأيضا في اليمن، ومن ثم في إيران بمحاولة اختراقها عبر جواسيس، وأيضا من خلال الحطام، وأيضا التسريبات في إسرائيل. وكل هذه وضعيات جديدة خلقت ميزانيات أخرى فرعية أو أساسية لتجاوز هذه الفجوة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.